السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد. شحال هذا البنات مبقيت حطيت في القناه ديالي حتى فيديو، كنت عيانه شويه البنات، وهذا الفيديو كنت مصوراه شحال هذا، ودابا مونطيتو البنات ونحطو لكم مع قرب رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي وعلى جميع المسلمين. واليوم البنات غنشارك معكم هذا البطبوط اللي تيجي لذيذ، تيجي معمر بواحد الحشوه لذيذه، تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما نساو الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وهنا البنات غندوز نعطيكم المقادير ديال العجين ديال البطبوط اللي غنعمر معكم. عندي في واحد القصريه زلافه ديال القمح وزلافه ديال الفورص، عندي معلقه ديال الخميره، وعندي معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال السكر سنيده. صافي غنجمع العجينه بالماء يكون دافي، ما غندلكها كاع مزيان. غنجمعها نديرها ندهنها بشويه الزيت وغنديرها في واحد البلاستيك ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. هذيك البلاستيك اللي غنديرها فيها هي اللي غتدلك ليا العجينه. انتم غتشوفوا الفيديو، خليكم مع الفيديو. وهنا البنات من بعد ما خليت العجينه تخمر غندوز دابا نشارك معكم الحشوه. هنا درت اللحم قطعته رقيق على هذا الشكل، وزدت معاه 4 البصلات اللي شلطتهم في الهاشوار. غنزيد معاهم الملحه، وغنزيد معاهم تقريبا ربع كاس تاع الزيت البلديه. صافي غنشحر هاد البصله مع اللحم حتى يدخل اللحم طياب. اللي غنزيد معاه العطريه. بغيت تكتفوا بهاد الحشوه، اكتفوا بها البنات حتى هي تجي لذيذه. بغيت تزيدوا الخضره، تزيدوا خيزو، تزيدوا القرعه، تشدوهم تحكوهم وتزيدوهم على الحشوه حتى هما تيجوا لذاذ. كما تتشوفوا من بعد ما دخل اللحم دخلوا الطياب، صافي غنزيد دابا العطريه. غنزيد راس معلقه ديال الابزار، وغنزيد راس معلقه ديال الخرقوم بلدي، وغنزيد التحميره بابريكا، غنزيد معلقه كبيره، وغنزيد راس معلقه ديال الكمون، وغندير شويه ديال السكينجبير. ما نكثروا السكينجبير، ندير غير شويه. صافي غنشحر هاد الحشوه حتى تشحر هي مزيان. ودابا البنات غنزيد واحد المعلقه عامره ديال القزبر. هاد القزبره البنات راه فايت مني مشاركته معكم في القناه. تنديرو في تنطحنوه بالهاشوار كما تتشوفوا، وتندير عليه الزيت البلديه ونخليه في الثلاجه، راه تيديني سيمانه ولا اكثر، لمده اسبوع. كما تتشوفوا طفيت البوطه البنات على هاد الحشوه اللي زدت القزبر. وهنا البنات من بعد ما خمرت لي العجينه كما تتشوفوا حيدت من هذاك البلاستيك. صافي البنات غنفرغ منها الهواء وندهنها بشويه الزيت. غنقطع منها كويرات متساويه الحجم، نتوما الاختيار ديالكم في البطبوط اللي بغيتوه كبير بغيتوه صغير، غديروا الحجم اللي بغيتوه. صافي غنبقى مستمر على حتى نكمل التقطاع ديال العجين كله. غندير نفس الحجم. من بعد ما نكمل غنغطيهم واحد 5 دقائق حتى يترخاو هاد الكويرات شويه. غندوز باش نعمرهم معكم. ودابا البنات من بعد ما ترخاوت الكويرات شويه، خليتهم واحد 5 دقائق يرتاحوا شويه. دابا غندوز باش ندير فيهم الحشوه. كما تشوفوا غنديرها في الوسط
صافي غنجمع على هذا الشكل. كما تشوفوا البنات جمعت البطبوط على هذا الشكل. نقرصو غير مع الجناب في الوسط البنات، ما نقرصوش مزيان، وغنديروا الحشوه باش ما تجينيش العجينه غليظه. صافي كما تشوفون نبقى مستمره على هذه الطريقه حتى نكمل. نقرصو مع الجناب والوسط البنات ما نقرصوش بزاف باش ما يجينيش البطبوط غليظ. هنا زدت انا شويه الفلفله حاره اللي تيبغي الحار. صافي البنات غنبقى مستمره على الطريقه حتى نكمل الكويرات اللي عندي كاملين، ونبدا بالاولى نبدا الطياب، ما نخليهمش حتى يخمروا. غنبدا باش نكمل، غنبدا بالاولى اللي درت، نبدا نطيب فيها. ودابا غندوز باش ندير واحد المقله على البوطه. صافي نشعلها، غندهنها بشويه الزيت، غنرشها بشويه الزيت. صافي ونبدا نطيب البطبوط ديالي حتى نكملو، ونتلاقى معكم البنات باش نوريكم النتيجه في الاخر تيجي رائع. البنات هذا هو البطبوط ديالي من بعد ما كملته في الطياب، تيجي رائع وتيجي لذيذ. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع كويستعاتي ما نعاود لكمش اكثر. هنا البنات لزدتو فيه الشعريه الصينيه ولا الخضره. انا اكتفيت غير بهذه الحشوه كانت ديرها لينا الوالده في رمضان وتيعجبني، وقلت نشاركو مع المتتبعين ديالي. تنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده للجميع. ودابا نخليكم في رعايه الله، ومع السلامه.